سلام، صباح الخير. بربي كملت ورقي الكل، نحب نقابل سي معز. تعرف ولدي سي معز؟ لا ما نعرفوش. ما دار عند الراجل هكاكا. اي ان شاء الله. ان شاء الله. علاش دار عند سي معز؟ مش نقدم على قرض يا اخي، مش بانكا هذه. اي بانكا فرقوا في الفلوس، نحن ما لازم عندك اوراق. حضرت وراقي كاملين ان شاء الله. شكون بعثك انت لهنا يا صاحبي؟ ما بعثني حد، جيت عندك كونت في البنك لهنا؟ لا ما زلت. معناها جاي هكاكا محلوله هي دريبه. لا لازم عندك ما ترهب. شيت انت لهنا كيفاش وشكون اللي قال لك حضر اوراق؟ وعلاش شيت؟ ايش تعمل انت في حياتك من مصر؟ عندك علاقات، عندك شكون في حياتك، تاكل هيلثي، تمشي بالبيت، ايش تعمل؟ انا جاي لك هكاكا بفلك تحضر همنا هكا تمشي في الفلوس. احنا مش مشكلة، خلي تمسك لهنا تو نكلمك. باش تحصد ربي لهنا خليه. اي وين تحب نحطه في الكفر باش تحصد ربي. به حلقة اليوم باش تكون على البنوك، أما قبل كل شيء شنو معناها بنك؟ البنكة هي مؤسسة يتجولها الناس باش يخبيو فيها فلوسهم، وأمامتها خدمتها إن تسلف الفلوس هذوما لعباد آخرين، تجيب منهم ربح، والربح هذا يتقسموه للبنكة والسيد اللي خبى فلوسه. في البلدان المتقدمة بصفة عامة البنوك يفكوا لبعضهم فكين في الناس اللي تحب تخبي فلوسها. تكون أنت في بنكة إكس، تجيك بنكة إيكغيك تقول لك نزيدك 1% ويجي خبي فلوسك عندي، وهذه هي المنافسة. نجيو لتونس مثلا، في تونس عنا 26 بنك، الكلهم ملمومين تحت جمعية المهنية للبنوك اللي هي CBF. قول قايل هذه حاجة عادية انهم يتلموا ويحكيوا على القطاع نتاعهم. اللي ماهوش عادي انهم يتفاهموا ويفيكسيو لي بري دو سيرفيس والا لي زانتيري اللي يعطيو فيهم للعباد. هوني ولينا نحكيو على كارتيل وين قراراتهم ديما بالظهر ما تخدم كان مصالح. به نعرف اللي انت استغرب ومشي ديريكت في بالك كارتيل نتاع ميديلين. ناخذوه اكزامبل الاولاني، كارتيل نتاع ميديلين نتاع صاحبنا بابلو اسكوبار فيكس لي بري نتاع الكوكايين، دونك دخل مليارات زرقاء من الحكايه. فما كارتيل اخر اللي هو لو بيب مثلا اللي يبيعوا في البترول، اللي هما ديما يفيكسيو الكونتيتي نتاع البترول اللي يبيعوا فيها باش يتحكموا في السوق. عندك اكزامبل اخر على كارتيل خدم على الكاليتي اللي هو نتاع توماس اديسون اللي اخترع الانبوبه. هذاك هو عملوا كارتيل اسمه فيبيوس في سويسرا وين تفاهموا اللي الانبوبه تكون عمرها كان 1000 ساعه باش المواطن العادي البسيط كل مره يخرج كالبوهالي يشري انبوبه اخرى. نرجع بيك لتونس، البنوك في تونس اتفاهموا ومتفاهمين انه يكونوا لي فري دو سيرفيس غاليين، المواطن العادي يدور 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 من بعد يرضى بالامر الواقع. هذاك علاش مثلا في 2017 55% من لي ريفوني بانكير، معناها البنكه شنو ربحت، مش جايين من القروضات ولا من خدمه البنكيجي، جايين من لي فري دو سيرفيس، سو كي ني با نورمال. 55% من ربح البنوك جاي من لي فري دو سيرفيس. الكارتيل هذا زاده مسيطر على التكنولوجيا، وذاك علاش لليوم ما عندناش ايتابليسمون دو بايمون ليني في تونس يمشي والناس تستعمل فيه. بلغه اخرى معناها توا في تونس ماناش نخلصوا بالتليفون. علاش؟ خاطر الناس هذوما في 2022 امبوزيو انك باش تحل ايتابليسمون دو بايمون لين لازم يكون عندك كابيتال فيه 10 مليارات. وشكون بالله اللي عنده 10 مليارات؟ ظهر لي لازمنا نذكروا اللي البنك اساس خدمتها اني تربط بين السيد اللي عنده فلوس وما عندوش فكره مع السيد اللي عنده فكره وما عندوش فلوس. أما لهنا واقعنا اليوم يوصلنا للإقصاء البنكي، وهذا اللي وصلنا الوضع في تونس اليوم وين عندنا كان 33% من التوانسة عندهم كونت بانكير، تو سامبلومون على خاطر المواطنين ما عندهمش ثقة في البنوك. وبعد ساعات زادة البنوك بيدها ترفض المواطنين. أكثر من شطر التوانسة يشوفوا اللي لي فري بانكير غاليين. عندك دراسة أخرى تقول لك اللي فما كان 24% من التوانسة ينجموا يفضوا مشكلة مالية تفوت ل 400 دينار. وخلينا نذكروا اللي في دول تحترم نفسها البنكة تربط بين السيد اللي عنده فلوس وما عندوش فكرة مع السيد اللي ما عندوش فلوس وعنده الفكر. كان في تونس مالي البنوك ولا لي زاكسيونير اللي فيها يستعملوا فيها كشقاقة لهم هم. هذاك اللي يخلي في تونس بنك على بنكة تعطي 39% من لي فون بروبر نتاعها لي زاكسيونير نتاعها، بيان كو القانون ما يسمح لها كان في 25%. ماش عندك تعمل لهم وين يوصلوا ياخذوا قروضات اكثر برشا من اللي يسمح به القانون، وهذه حاجه مش عاديه. مشيره الاخرى كي نرجعوا للمواطن العادي نلقاو اللي 96% من القروضات اللي تعطيهم البنوك تعطيهم بضمان بنكي رهنيه، معناها وين عاده الرهنيه هذه توصل قيمتها ل 300% من حق القرض، معناها 3 مرات اغلى. قول القايل هو كي عنده رهنيه تسوى 3 مرات اكثر علاش جاي ياخذ في الفلوس؟ دونك باللوجيك هذيا اللي ديجا عنده نجم يتفضل ويزيد يستغنى، واللي ما عندوش يقعد غاديك. يقول القايل علاش ما يجيش شكون يحل بنكه وينافس العباد هذي؟ خويا العزيز العباد هذي خمت في كل شيء، وفي 2016 سكرت الباب وراها وامبوزيت انك باش تحل بنكه لازم يكون عندك 50 مليار ولازمك الموافقه نتاع الجمعيه هذه. معناها يا تكون واحد منهم يا ما تنجمش تنافسها، وهذا شنو معناها كارتيل.